صباح الفل. بصي، خلينا متفقين ان انا مش بقول لحد ينزل يشتري امتى او يبيع امتى، ولكن الايام اللي جاية الذهب هيعلى فيها. الايام اللي جاية الذهب هيفضل يعلى، لان احنا لو بصينا على السعر العالمي بالمنطق هنلاقيه بقى 1906 النهاردة سعر الأونصة العالمي، مع العلم انه كان امبارح واول امبارح بنتكلم في 1870 1850 1820 من بداية الشهر. وصلنا لاخر الشهر بس بقى 1906. فده لازم مش بمزاجنا ولا بمزاج مصر ولا بمزاج حد معين في مكان معين، لازم الدهب هيعلى. وعشان احنا بنعرفين ان الدهب في مصر اصلا عالي، فعالي على عالي هيدينا سعر عالي. الكلام ده بيتقال ليه دلوقتي؟ لان السعر الذهب العالمي بيزيد، طبيعي لازم يأثر علينا، طبيعي. فعلشان كده لو انتي بتفكري في ان انتي بتجيبي مشغولات للمدى البعيد والدهب استثماره للمدى البعيد، ولو انا بجيب اول السنة ما بفكرش ابيع ابدا غير على اخر السنة او السنة اللي بعديها او اللي بعديها، عشان احس ان انا عوضت المصنعية. فتوكلي على الله لو انتي عايزة تشتري مشغولات ليكي ومش بتفكري في بيعها، لان الذهب الايام اللي جاية هيبقى في العلو مش في النقص، مش هينزل الايام اللي جاية. صباحك زي الفل.